المجلس الوطني الكردي في سوريا ائتلاف سياسي كردي تأسس في 26 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2011، وهو عضو في الائتلاف السوري المعارض. يترأس المجلس الوطني الكردي في سوريا القيادي سعود حسين الملة. ويتألف المجلس الوطني الكردي من 12 حزبا، وهم: الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، يترأس الحزب سعود حسين الملة من مواليد قرية تل أيلول 1950 بريف الدربيسية. لم يكمل دراسته الجامعية وانخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1964، ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا أيضا. حزب يكيتي الكردستاني سوريا، سكرتير الحزب سليمان عبد المجيد أوسو من مواليد قرية تلديك التابعة لبلدة دربيسية العام 1959، حاصل على شهادة الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب. انخرط في العمل السياسي العام 1979. حركة الإصلاح الكردي سوريا، المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي سوريا فيصل عبد الكريم يوسف من مواليد قرية شورك شرقي مدينة قامشلو 1954، يحمل إجازة في الفلسفة، وانخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1970. حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا، يترأس الحزب نعمة مجيد داود من مواليد عامودة 1955، يحمل إجازة في الرياضيات. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1970. البارتي الطليعي الكردستاني سوريا، يترأس الحزب إسماعيل محمد حصاف من مواليد عامودة 1953، دكتوراه في فلسفة التاريخ القسم الكردي من جامعة موسكو. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1966، ويشغل أيضا عضوية مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي في باشورية كردستان. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي، يترأس الحزب هجار رمضان علي من مواليد قرية قركي خلو التابعة لبلدة شل آغا 1961، خريج المعهد المتوسط الصناعي. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1980. تيار المستقبل الكردي في سوريا، يترأس مكتب العلاقات العامة للتيار فادي أحمد مرعي من مواليد قرية ديرونا آغي 1977، خريج كلية التربية. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 2005. الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا، يترأس الحزب طاهر سعدون صفوق من مواليد عامودة 1946، حاصل على شهادة ليسانس في الحقوق. انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1963. حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني، تترأس الحزب فصلة خضر يوسف من مواليد حسكة 1970، خريجة كلية التربية. انخرطت في العمل السياسي منذ العام 1987. حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، يترأس الحزب شلال حسن قدو من مواليد قرية دودا 1967، درس في قسم اللغة العربية في جامعة تشرين باللاذقية.
انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1990. حزب اليسار الكردستاني سوريا، يترأس الحزب محمود ملا من مواليد قامشلو 1969، يحمل الشهادة الإعدادية، انخرط في العمل السياسي منذ الثمانينات. القوى الديمقراطية الكردية في سوريا، يترأس القوى زردشت مصطفى من مواليد قرية تل خنزير التابعة لمدينة ديريك 1956، يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، انخرط في العمل السياسي الكردي منذ العام 1973. وتنتظر بعض الأحزاب الأخرى والتي حصلت فيها انشقاقات الموافقة على نيل العضوية للدخول إلى جسم المجلس الوطني الكردي، وهي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة بدر الدين برازي، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة خليل إبراهيم أحمد سينو، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي بقيادة بهجت بشير، حزب يكيتي الكردستاني الحر بقيادة حسن صالح وعبد الصمد خلف برو، تيار مستقبل كردستان سوريا بقيادة ريزان شيخموس، تيار الحرية بقيادة سيامند حاجو.